العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 70 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. مستشفى كرن يحقق تطور مشهود من حيث الكادر الصحي والأجهزة الطبية. جهود فعالة لتمكين المرأة في أفعبت. إيطاليا تؤكد مقتل سفيرها في الكونغو الديمقراطية بهجوم مسلح. إيران توقف العمل بالبروتوكول الإضافي وواشنطن مستعدة للمباحثات. اتفاق أوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين روس، وموسكو تبدي خيبة أملها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 23 من فبراير في مراكز العزل في أقاليم الجنوبي والقاشبركة والأوسط إصابة 70 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 62 في الأقليم الجنوبي، وكذلك 27 في عد قيح، و15 في مندفرة، و7 في صنعفة، و6 في دباروة، و4 في عد خالة، و3 في طورونة. بينما أصيب بالفيروس 7 في إقليم القاشبركة، منهم 3 في أديبرة، و3 في قلوج، و1 في أم حجر، وكذلك 1 في أسمرة بالأقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 91 مريض كورونا في الأقليم الجنوبي بعد الرعاية الصحية في المستشفيات. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2773، شفي منها 2159، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 607 مريض كورونا يتلقون الرعاية الصحية. وزارة الصحة 23 من فبراير 2021. أعلن مدير مستشفى كرن المرجعي الإقليمي الدكتور يافيت هايلة ميكائيل بأن المستشفى حقق تطورا مشهودا من حيث الكادر الصحي والأجهزة الطبية، وتوسيع وتقديم الخدمات المقدمة ساهمت في حصول المستفيدين على خدمات صحية متكاملة. وأشار الدكتور يافيت إلى أن المستشفى يقدم خدمات صحية ناجعة متمثلة في معالجة المرضى المترددين والجراحة والولادة والمختبر الطبي والعلاج الطبيعي وطب الأمراض الباطنية، وكذلك طب الأطفال والأسنان والعيون. وقد بلغ مجمل أعداد المرضى الراقدين الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى سنويا أكثر من 10,000 مريض، فيما بلغ عدد المتابعين شهريا حوالي 30,000 و50,000 من القادمين إلى المستشفى لأول مرة. وذكر بأن بدء خدمات العلاج الطبيعي ساهم في إيجاد حل كبير في تقديم خدمات ل 320 مريض العام الماضي، وكانت نسبة الشفاء أكثر من 90%. وقال الدكتور يافيت فيما يتعلق بخدمات الولادة إن المستشفى شهد عام 2020 ولادة أكثر من 2700 حامل، وقد ارتفعت نسبة الولادة في ذلك العام مقارنة بالعام 2019 ب12%. وبخصوص التحديات والنواقص، يوضح الدكتور يافيت معاناة المستشفى من مشاكل البنى التحتية وضيق الفصول، وكذلك إن بعد قسم المرضى المترددين بحوالي 500 متر من مبنى المستشفى الرئيسي يتسبب في خلق العوائق للخدمات الصحية المقدمة. في الختام أوضح المدير الطبي لمستشفى كرن المرجعي الإقليمي الدكتور يافيت هايلة ميكائيل برامج 2021 من ضمنها صيانة قسم الجراحة وافتتاح خدمات المعمل الطبي في قسم المرضى المترددين، وكذلك العمل لبدء المبنى المشيد لتقديم خدمات الولادة ورعاية الرضع، العمل بإكمال الأشياء القليلة المتبقية.
أعلن مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية أفعبت تنفيذ مهام فعالة لتمكين المرأة خاصة اقتصاديا. وأوضح مسؤولة المكتب السيدة فاطمة حامد إن جهود الاتحاد لتوسيع أنشطته والتشجيع والدعم لتدريب المرأة مهنيا والعمل في النشاط الزراعي تحقق نتائج مرضية لتحسين الحياة المعيشية للمرأة. وذكرت بأن 65 امرأة تنشط في الزراعة بالدعم المقدم لهن بالأدوات الزراعية ومضخات المياه في منطقة قامتشيوا مثال لهذه الجهود. وقد خلق البرنامج دافعا لتأهيل مزيد من المرأة زراعيا. وقالت إن المبنى المشيد في المديرية والذي يشمل مركز التدريب ساهم للدفع بأنشطة الاتحاد، مشيرة إلى تنظيم التدريب المهني المختلف ل 1200 امرأة وتقديم دعم الدواب للمرأة الراعية وأعمال فعالة لمحاربة العادات الضارة بالمرأة. وأوضحت السيدة فاطمة أن الاتحاد يقوم بمساعدة الطالبات اللاتي وصلن المرحلتين المتوسطة والثانوية عينيا وماليا ومعنويا لرفع مشاركة المرأة في التعليم وتعزيز منافستها والعمل أيضا لرفع الوعي بالقانون. قام سكان ضاحية هدامو في مديرية دقم حري بنفير لحماية انجراف التربة. واشتمل العمل الذي استمر ل3 أيام بمشاركة أكثر من 600 شخص بناء المدرجات والحواجز المائية للسيول المنحدرة من الجبال. من جهة أخرى قدم السكان أزورة ل61 أسرة محتاجة و9000 نقفة مرسلة من المواطنة لوام كوبروم المقيمة في كندا لتقديمها للمحتاجين. في غضون ذلك تم تقديم 1000 نقفة من محسن ومبلغ 8500 وثور من محسن آخر للأسر المحتاجة. كما قدمت إحدى الأمهات دعما عينيا ل5 أسر. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أكدت وزارة الخارجية الإيطالية مقتل لوكا أتازيو سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية متأثرا بجراحه، وذلك عقب هجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة قرب منطقة غوما شرق هذا البلاد الأفريقي. وذكرت وكالة رويترز أن سفير وعنصرا من الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب منطقة غوما والتي تعرف بعديد من الاضطرابات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن شخصين آخرين قتلا بالهجوم دون تحديد هويتهما. وبث صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو صورا تظهر لحظة إصابة السفير الإيطالي. واستنكر الرئيس سيرجيو ماتاريلا الهجوم الجبان منددا بالعمل العنيف الذي نفذ عندما كان القتلى 3 على متن السيارة ضمن موكب بعثة في الكونغو الديمقراطية. وأعرب وزير الخارجية لويجي دي مايو عن حزنه العميق واستيائه الشديد، معلنا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل وعودته المبكرة إلى روما. أعلنت إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء، في حين أكدت واشنطن استعدادها للانخراط مجددا في مباحثات مع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إن الاتفاق بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش سيكون ضمن القانون الذي أقراه البرلمان الإيراني ولا يعتبر انتهاكا له. وكان البروتوكول الإضافي يوفر مساحة واسعة من التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية بعد أن نفذته طهران طوعية عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015. كما تبنى البرلمان الإيراني بالإجماع قرارا بتحويل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى القضاء بسبب الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والذي يسمح لوكالة بمواصلة التفتيش مؤقتا لمدة 3 أشهر. من جانبه قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن تخصيب اليورانيوم خاضع للاحتجاجات البلاد، وإنه من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس استعداد واشنطن للانخراط مجددا في مباحثات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف مسؤولين روسا ضالعين في اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره، في حين ردت موسكو بالتعبير عن خيبة أملها إزاء هذه الخطوة. وتوصل وزراء الخارجية الأوروبيين للاتفاق خلال اجتماع في بروكسل شهد أيضا الإعلان عن عقوبات تستهدف مسؤولين فنزويليين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ستفرض على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار. وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي لاستخدام نظام العقوبات الجديد من أجل معاقبة 4 مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني وممارسة القمع ضد أنصاره، ومن خلال اعتقال آلاف منهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها روسيا مؤخرا. وسيتعين على مسؤول العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن يضع رسميا الرائحة بأسماء المسؤولين الروس الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة وفقا لدبلوماسي روسي كبير. وفي المقابل أعربت الخارجية الروسية عن خيبة أملها حيال قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 مسؤولين روس كبار. والخبر الأخير في هذه النشرة: أوصت شركة بوينغ شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي احترق محركها أخيرا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية توجيهاتها بعد الفحص. وقالت بوينغ إنها توصي بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب. وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أصدرت قرارات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات برات أند ويتني. يأتي ذلك في أعقاب حادثة احتراق محرك طائرة من الطراز نفسه تابعا لخطوط يونايتد إيرلاينز الأمريكية فوق مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. ختام النشرة، إلى اللقاء.